السلام عليكم. انا محمد نشأت. انا اسف جدا جدا على التاخير اللي حصل الفتره اللي فاتت في الفيديوهات بتاعت VTV، بس معلش يعني اصل احنا ناس بنشتغل وناس ورانا اكل عيش وناس ورانا حاجات نعملها لمصر، فما كناش فاضيين. بس عموما اعذروني، وان شاء الله الفتره اللي جايه كلها هتبقى كلها حاجات على VTV. النهارده هنعمل لكم حاجه 2 في 1 تعويض على اللي فات. سيداتي سادتي، مساء الخير. ونعود شايفينه في الحالة اللي بيسموها سعار الغذاء، والقول بأن التمويه وتغيير الأشكال والعشرات من طرق الدفاع الأخرى إنما هي نتاج تجارب تراكمت عبر الزمن أو من فعل الصدفة، قول يرفضه العقل والمنطق. فهذه الكائنات الحية التي لا تملك عقلا ولا منطقا تتابع حياتها بفضل النظم والمعالم والسمات التي خلقت خصيصا لها. احنا قدامنا من ناحيه ميدان العباسيه الشرطه العسكريه والدبابات، وورانا من ناحيه الكاتدرائيه الامن المركزي، وعلى يمنا من ناحيه ده مصر ده، وعلى يمنا من ناحيه الشوارع الجانبيه البلطجيه، الشوارع الجانبيه البلطجيه، الشوارع الجانبيه البلطجيه. هو انتوا كل ما تتضربوا على قفاكوا بقى تقولوا لنا بلطجيه، طلعوا علينا ضربونا. البنات هيروح يصوت في الانتخابات ويتضرب تقولوا لنا بلطجيه، تمشوا في المسيره امبارح لحد العباسيه عايزين تروحوا وزاره الدفاع تقولوا بلطجيه. يا جماعه انتوا ليه مش قادرين تصدقوا ان محدش طايقكم خالص؟ يعني انتوا مش موجودين. طب انا هصدقك وهقول عليكي طاهره وشاطره وعفيفه. بقى يعني انت عايزه تقولي لي ان البلطجيه حصروا كل ميدان العباسيه وعارفين المداخل والمخارج بالسنتي، حاره حاره وشارع شارع، كل البلطجيه دول عارفين كل حاجه في العباسيه؟ ولا بقى يمكن تكون قصدك تقولي ان اهالي العباسيه هم البلطجيه؟ اهالي العباسيه مش انا اللي بقول، عليا النعمه ما انا اللي قلت، هي اللي قالت ان دول بلطجيه. لا مؤاخذه بقى اللي حضرتك مش عارفاه كويس قوي، ان اهالي العباسيه يختلفون كليا وجزئيا عن اهالي التحرير. المحلات اللي في التحرير دي محلات ديليكار، محلات سياحه، ومحلات كشري فاخر، ومحلات كده اتصالات وحاجات جميله. انما محلات العباسيه عندك علي زركينه، اجدع ميكانيكي في المنطقه، محسن كوبس، ابراهيم شوقي، محلات ما تعرفش ابوها، محلات ما وراهاش غير اكل العيش. هتقفوا لها وتقفلوا المحلات وترسموا خيمه، هيدخلوا لكم فوق هيناموا فوق الخيام، دول ما بيهزروش. بيطلع لنا منه بلطجيه كل شويه يضربونا بقنابل مثيره للدموع ويقولوا عليهم اهالي. انا مش عارفه ايه الاهالي دول اللي معاهم قنابل مثيره للدموع. اهدوا يا اخوانا بنصور. ايوه يا استاذ، لا مؤاخذه. هو انت كل حاجه لازم تتساوي بالشرطه؟ كل حاجه يعني عايزه تقولي ان دول شرطه وعاملين فيها بلطجيه؟ لازم الشرطه تتحط في اي حاجه. اقول لك انت شويه شويه بقى لازم تقولي ان اللي كانوا بيسوقوا الدبابات دول بلطجيه، واللي بيسوقوا المقاتلات بتاعت الحروب دي بلطجيه. اقول لك ريحي، اللي حاربوا في اكتوبر وعبروا البلطجيه. تاني حاجه بقى انا عايز اسال اي دكتور متخصص، هو يا فندم القنابل المسيله للدموع دي هل ممكن تتحول لادمان؟ الناس دي بتدور عليها بخرم ابره، بيفضلوا يلفوا في مصر كلها فين القنابل المسيله للدموع؟ بقوا بيشموها. يطلع لنا منه بلطجيه كل شويه يضربونا بقنابل مسيله للدموع ويقولوا عليهم اهالي. انا مش عارفه ايه الاهالي دول اللي معاهم قنابل مسيله للدموع. ومعاهم بقى اسلحه بيضاء، معاهم اسلحه بيضاء ومعاهم مولوتوف، ومعاهم مولوتوف. واذا كنت انا وقعت في الخطا ده اكيد بيبقى مش مقصود. انا على الملأ بقول له حقك عليا يا ابو علاء، انا غلطان. بقول لك انا بعتذر للرئيس حسني مبارك بالاسم، بقول لك انا بعتذر للرئيس حسني مبارك بالاسم. الفنانه الكبيره اسماء محفوظ، الجميله حبيبه قلبي، حبيبه بابا اللي ما عملتلهاش حاجه خالص، والله ناسيكي، معلش يا ست الكل. احنا دلوقتي جايين بمسيره سلميه تماما من ميدان التحرير لحد هنا مسجد النور. بالنسبه لمسجد النور، انتوا رايحين تعملوا ايه عند مسجد النور؟ يعني رايحين تقدموا المطالب لامام الجامع ولا يمكن رايحين تحجوا؟ الاستاذ محمد عادل المتحدث باسم حركه 6 ابريل. محمد انت معنا؟ ايوه طبعا معك. اين توجد الان؟ انا اسمع حولك هتافات اين توجد انت الان محمد؟ انا الان في مسيره متجهه الى المجلس العسكري. نعم.
احنا دلوقتي جايين بمسيره سلميه تماما من ميدان التحرير لحد هنا مسجد النور. ايوه انا فهمت دلوقتي انتوا كنتوا رايحين عند مسجد النور ليه؟ يا حاجه اسماء، التراويح في رمضان مش دلوقتي. احنا مش ضد الجيش واحنا مش ضدكم، احنا ضد فساد المجلس العسكري اللي بيتسطر على مبارك ورموزه. ست اسماء بقى حبيبه باباها بتقول لك ايه؟ احنا رايحين في مظاهره ضد فساد المجلس العسكري اللي بيتستر على مبارك. ويا جماعه لازم تفهموا، المجلس حاجه والجيش المصري حاجه تانية. وبعد شويه يا جماعه سلاح المشاة حاجه والجيش حاجه تانية، لازم نسقط سلاح المشاة. وبعد شويه سلاح الطيران حاجه والجيش حاجه تانية، وبعديها سلاح المدفعيه حاجه والجيش حاجه تانية، وبعد كده كل الاسلحه ما تبقاش موجوده وما يتفضلناش غير سلاح التلميذ. صباع الفنجان اللي كان بيحققنا بيه واضح دلوقتي. هو مش الصباع ده اللي حمى الثوره؟ هو مش الصباع ده اللي ظبط البورصه بعد ما كانت هتقع؟ مش الصباع ده اللي قال للشرطه تنسحب واحنا هنتولى الجيش؟ هو مش الصباع ده اللي فتح مجمع التحرير؟ هو مش الصباع ده اللي فضل الاعتصام بتاع السويس اللي كانوا عايزين يروحوا يقفلوا قناه السويس؟ هو مش الصباع ده اللي ولا بلاش؟ اكيد تبع طنطاوي والرواني. لو محدش عرف يعلمك ازاي تتكلمي باحترام، اهالي العباسيه هيعلموك ازاي تتكلمي باحترام. ما اسموش طنطاوي وما اسموش الرواني، اسمه سياده المشير طنطاوي، سياده اللواء الرواني. اتكلمي بادب. اعتقد والله اعلم ان انا ما اعرفش انت كنت بتقولي لابوكي ايه في البيت زمان وانت صغيره، بس ما اعتقدش ابدا انك كنت ممكن تقولي له حضرتك او بعد اذنك او لو سمحت. كنت بتقولي له ايه؟ اجري يالا، عايز سلاح التلميذ، ادفع لي المصاريف، فين العشاء؟ ده اديك احترموا نفسيكوا بقى. احنا جايين سلميه تماما مع ناس اللي ازايز ميه بلاستيك، نيجي نلاقي السيوف والناس دي جايين عاملين بيمشونا بيقولوا لنا تبعدوا من هنا وابتدوا بالضرب من كل حته. كما قام أفراد من اللجان الشعبية بمنطقة العباسية بعمل حاجز ما بين المعتصمين وقوات الجيش، فقام المعتصمون بإلقاء الحجارة والزجاجات على أفراد اللجان الشعبية ورجال القوات المسلحة، وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات قامت سيارات الإسعاف بنقلها إلى المستشفيات، اللي أعلن فيه أن 6 إبريل حركة خاينة وليها أجندات مشبوهة، الذي أدى إلى وقوع إصابات قامت سيارات الإسعاف بنقلها في اسكندرية وفي السويس وفي كل محافظات مصر وفي القاهرة، واحنا نازلين عشان دم الشهداء. طب هو بالنسبة للشهداء مفيش إبريلي واحد مات، كل الناس تموت، وإبريلي واحد يبقى شهيد ما سمعناش عنه. إيه؟ ضد الرصاص؟ كل العدد ده ومفيش شهيد إبريلي واحد؟ ولا انتوا صدرتوا الشعب للشارع وقعدتوا انتوا بقى على الفيسبوك وتويتر تك 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 تسخنوا في الناس وتعدوا الضحايا؟ من الاخر بقى نحن نؤيد المجلس العسكري والشعب المصري يؤيد المجلس العسكري، ونؤيد الشرعيه الشعبيه اللي حصلت في استفتاء 19 مارس، وضد اي تجاوز ممكن يحصل على القوات المسلحه المصريه، ومش هنسمح بده. والشعب المصري فاق. انتوا بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه، روحوا شموا كله. دلوقتي بقى يا جماعه لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده وهو مرفوع على الفيسبوك، مرفوع مش متشير، مش واخد لي بالك انت، هتلاقوا فيه مربع ابيض كده موجود على الفيديو من فوق، دوسوا عليه لايك، هتبقوا من اعضاء صفحه VTV. ولو انتوا بتتفرجوا عليه على اليوتيوب هتلاقوا فيه لينك فيه الشرح، تدوس على اللينك هتخش على الصفحه على طول هتلاقي لايك، تدوس لايك وتبقى من اعضاء صفحتنا VTV. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، سلام عليكم.